السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكيكه الاسفنجيه. هنعملها النهارده بدون دقيق سبونج، يعني هنعملها بالدقيق العادي وهتطلع معانا ما شاء الله زي العسل. وكمان هنعملها من غير ما نفصل البيض. ان شاء الله هتطلع معاكي الكيكه هشه وطريه وممتازه جدا للناس اللي هي لسه مبتدئين. مش هتاخد وقت ومفيهاش خطوات كتير، وان شاء الله هتعتمديها وتعمليها على طول. لو بتشوفوني اول مره، انا ام رودي، دي قناتي ام رودي في المطبخ. انزلوا حطوا لايك واشتراك وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله على القناه. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الكيكه دي ازاي. يلا بينا نسمي الله ونبدا. عندي 5 بيضات بدرجه حراره الغرفه، يعني مخرجاهم من التلاجة قبل ما اشتغل بساعه على الاقل. هنزل بالبيضه كامله، طبعا مش هنفصل صفار عن البياض. عندي 2 كيس فانيليا، تقدري تستعملي فانيليا سايله لو حابه. نزلت بالفانيليا. عندي كمان كوبايتين الا ربع من الدقيق العادي، زي ما اتفقنا ان احنا هنعمل النهارده الكيكه بالدقيق العادي، مش هنعملها بدقيق السبونج. هنخل الدقيق وانا نخلاه مرتين قبل كده، ودي كانت المره الثالثه. كل ما ننخل الدقيق اكتر كل ما الكيكه هتطلع معايا هشه وطريه جدا. ننخل مره واتنين وتلاته. عندي كمان كوبايه من السكر، بس هشيل منهم معلقتين وانزل بباقي الكوبايه. كمان عندي 3 معالق كبار من النشا. كمان هنزل بمعلقه كبيره من الخل الابيض، بيقضي على زفاره البيض وكمان بيخلي الكيكه هشه وطريه جدا. ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه من الملح. وكمان عندي تلت كوبايه من الميه. وهاخد معلقه كبيره من محسن الجل، ده بيتباع عند العطار، متوفر جدا. طبعا محسن الجل بيخلي الكيكه الاسفنجيه ناجحه جدا. احنا كمان مش فاصلين الصفار عن البياض، حطينا كله على بعض او كل المكونات على بعض عشان حاطين محسن جل. ابتديت ان انا اضرب كده في اتجاه واحد، بس اهم حاجه نضرب بمضرب كهربائي، مش هينفع ان احنا نضرب بمضرب يدوي. تمام، هنضرب كده لمده 10 دقايق لحد ما اللون يفتح وكمان القوام يتقل ويبقى كمان متماسك. يعني هنفضل نضرب كده لحد ما يتماسك. خلاص كده تمام، مش هضرب تاني. القوام متماسك جدا زي ما احنا شايفين، وهو ده السمك المطلوب. تمام. جبت بقى الصينيه اللي انا هسوي فيها الكيكه، دهنتها فرشه من الزيت وفردت فيها ورق زبده، وهبتدي انزل بخليط الكيكه. شايفين الخليط ازاي؟ ما شاء الله القوام بتاعها متماسك جدا وما شاء الله ممتاز جدا، وهو ده السمك المطلوب للكيكه الاسفنجيه. تمام. نزلت كده بالكميه كلها. حسيت ان المعلقه كبيره مش مساعداني، فجبت معلقه صغيره نزلت باقي الخليط. نزلت كده بالخليط كله، وهبتدي كده ايه، بالمعلقه هبتدي ان انا اساوي الكيكه من فوق كده، لان انا عايزه ايه، ميبقاش فيها فراغات وتبقى الكيكه من فوق متساويه. تمام كده زي الفل. هبتدي بقى ايه، امسك الصينيه، اخبط الصينيه كده خبطتين، وهحطها في الفرن على درجه حراره 170. بتاخد من ساعه الا ربع لساعه وربع في الفرن، وده كان شكلها في الفرن. الكيكة أخدت معاه في الفرن ساعة وربع. بعد ما أخدت الساعة وربع طفيت الفرن وسبت الفرن موارب، وخليت الكيكة 5 دقايق، يعني ما طلعتش الكيكة على طول من الفرن. ابتديت بقى ان انا اشيل ورق الزبدة. ما شاء الله الكيكة مرتفعة وزي العسل. شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله تحفة جدا. اهم حاجة ما نطلعش الكيكة على الهواء على طول، يعني نسيبها في الفرن 5 دقايق 10 دقايق ونوارب باب الفرن. تمام. طبعا الكيكه مش هشتغل فيها على طول، يعني هسيبها على الاقل 12 ساعه، بس اهم حاجه اغطيها بورق بقى ستريتش او اغطيها بفوطه كويس، لان الكيكه بتاعت السبونج مش هينفع ان انا اشتغل او ازينها على طول. يعني هسيبها كده لمده 12 ساعه عشان اعرف ازينها وما تتكسرش معايا. لازم اسيبها ايه، 12 ساعة على الأقل. بعد ال 12 ساعة قسمتها كده بالنص كده. انت عايزة تقسميها على 3 زي ما تحبي. ما شاء الله الكيكة ناجحة جدا وهشة جدا وممتازة جدا، وطريقتها بسيطة جدا من أبسط ما يكون. كله كده على بعضه، ومفيش فصلون بيض، وكمان مفيش دقيق سبونج. شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله زي العسل. انا مجبتش التزيين في الفيديو، لان التزيين ده على حسب ذوقك انت وعلى حسب المتوفر عندك. يعني اي حاجة مشي بيها وان شاء الله هتطلع من ايديكي زي العسل. شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله تحفة جدا. بتمنى النهارده طريقة الكيكة تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله على القناة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.